في التصوير مفيش حاجة بتظهر من العدم، أي خيال، أي ظل، أي نقطة نور ليها تفسير. بس اللي حصل في أليس برنس خلى أمهر المصورين يشكوا في معداتها. صورة لقطتها كاميرا ديجيتال مفيش فيها أي تلاعب، والمكان طريق مقطوع في نص استراليا. الإسلام بيتكلم عنه بالمنطق، ملوش أي منطق في سجلات الشرطة. المنحنى ده مش مجرد طريق، ده مقبرة مفتوحة. أكتر من 40 حادثة في مكان ما يخليش أي سبب إن العربية تتقلب، والناجين كلهم بلا استثناء قالوا نفس الجملة، كانت واقفة في نص الطريق وماسكة في إيديها حاجة. خلونا نمسك الصورة ونحللها. لو ركزتم في البنت اللي طالعة في الكادر هتلاقي إنه مفيش ليها أي دروب شادو أو ظل ساقط على الأرض، رغم إن كشاف العربية ضارب فيها. تقنيا ده معناه إن الجسم ده شفاف، أو طاقة الضوء بتخبط فيه مش بتخترقه. ده اللي بيسموه دبل اكسبيوجر بس من غير أصل. شفاف أو طاقة ده مش مهم، المهم إن في 1990 في بنت اسمها أليس. البنت دي اختفت في المنطقة دي وهي راجعة من حفلة. الشرطة قلبت الدنيا وما لقيتش غير فردة جزمتها، وبعدها بسنتين بدأت أول صورة تظهر وبدأت الحوادث تزيد. الناس بدأت تموت من الخضة مش من الطريق. ده ممكن يكون سراب دوري ناتج عن سخونة الأسفلت مع برودة الجو بالليل، بيعمل انعكاس يخليك تشوف خيالات مش موجودة. العين بتتخدع والعدسة أحيانا بتبالغ في تفسير الضوء. العدسة بتبالغ؟ طب فسروا ليه كل العربيات بتعمل حوادث هناك والراديو بتاعها بيقلب وش قبل الحادثة بثواني؟ الكاميرا صورت اللي أليس عايزة توريه لنا، والحقيقة دايما مرعبة أكتر من أي فلاش. قبل ما تصور في طريق ضلمة اظبط الشطر بتاعك، وقبل ما تبص في الكاميرا اتأكد إن مفيش حد وراك. سلام.